تقلقش يا حاج، ان شاء الله ربنا هيستر وينصرهم ويلاقوا مين اللي عمل فيك كده. مسا مسا على الناس الكويسة، يا أهلا يا مرحبا، تتفضلوا تشربوا إيه يا حبايب؟ هنشرب ان شاء الله، بس انا كنت عايزه اسالك كام سؤال كده. اسأل يا قمر. ايه ده؟ ماله العبيط ده؟ ما علينا، احنا مستثمرين جداد وعايزين نعمل مشروع كبير هنا في البلد، وعايزين نعرف منك مين احسن حد نعرف نشاركه، ويكون راجل غني ووقور وبيفهم في الإدارة كويس. علشان كده هنسألك على شوية أسماء معينة. بس كده من العين دي قبل العين دي، عايز أقولك إنك اخترتي صح. أنا الشخص الوحيد هنا اللي هيقدر يجاوبك على كل حاجة، أنا أفهمها وهي طايرة. طبعا طبعا، واضح على وشك. ده شكله هجاص قوي يا أحلام، تفتكري هنستفيد منه بحاجة؟ ما تخافيش يا ابتهال، ده شكله كده عيل عبيط وهيدلدك بكل حاجة. اصبري بس. امبارح كان في مستثمرين كبار جدا قاعدين هنا، هو بيعمل اجتماع عمل، تعرفهم؟ امبارح ايوه طبعا انا فاكر كويس، كان الحاج همام عنده اجتماع عمل مع شخص كده معرفوش، بس هو مش من البلد. يا ترى كان في حد تاني قاعد معاهم على القهوة؟ القهوة على طول الحمد لله بتبقى مليانة، وكان قاعد ناس كتيرة جدا من البلد وكلهم ناس كبارات. ما تنجز كده وتيجي دغري وتقول مين اللي كان قاعد امبارح؟ انت مش عايز تساعدنا ولا ايه؟ لعلمك احنا مش هننساك برضه، هنديك الحلاوة. من غير حلاوة يا حلاوة انتي يا قشطة بالمربى. انت اتعكسنا ولا ايه يا جدع انت؟ ما تلم نفسك اياك، اتحشم. هو اللي يعبر عن الجمال يبقى غلط يا ناس؟ ده انا دبتي دوب. طب خلينا نرجع لمرجعنا تاني ونركز في موضوعنا، ولا انت مش عاوز الحلاوة زي ما قلت لك؟ خلاص يا أستاذة، اللي كان قاعد امبارح هنا كان الحاج سميدة والحاج حميدة والحاج فتوح، كان قاعد على الترابيزة التانية، والترابيزة اللي جوه دي كان الحاج ممدوح ومعاه عيل صغير. انت سامعة اللي انا سمعته يا احلام؟ دول الناس اللي ابوكي قايل ان هو على اختلاف معاهم، هنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه انا اخدت بالي يا بنتي يا ابتهال، الظاهر ان حد فيهم هو اللي عمل في ابوك المقلب ده، لازم نروح ونسألهم كويس. طيب ما حصلش حاجة غريبة امبارح؟ حد قالك على حاجة؟ اعمل حاجة، قول الحقيقة واحنا هنقف في ظهرك ومش هنبلغ عنك. انت بتقولي ايه يا أستاذة؟ انا عمري ما اذي حد ابدا، وبعدين ده اكل عيشي، ازاي اجزي الناس اللي عندي؟ غيري كلامك لو سمحتي، انت كده بتجرحيني في كبريائي. ماشي انا هصدقك المرة دي، بس خليك عارف كويس ان اي كذبك ده او كده مش في مصلحتك، وهرجع لك تاني. بس يا ريت ما تتأخريش علينا يا قمر انتي. اللهم طولك يا روح، انت مالك يا عم؟ انت متحرش ولا ايه؟ ايه ده ماله ده عمل كده ليه؟ يا ناس انا بدوب، انا دوبتي دوب، يا ناس بدوب، ورمش عينه اللي جارحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جارحني، رمش عينه. يا بنتي قلت لك ده عبيط، يلا بينا نمشي من هنا، عمالين نضيع وقتنا مع العبيط ده. خلاص هتمشي وتسيبني جريح، ليه تعملي كده في الطائر الدبيح؟ الله، ايه الحلاوة دي؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي يا احلام؟ احنا لازم نروح عند بيت الناس دول ونروح لحد عندهم ونسألهم، يمكن نلاقي حاجة في كلامهم نعرف نستنبط منها مين اللي عمل كده في ابوكي. ويا بنت جمالك هبشني والهبشة جت في العباية، وني 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 وني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبتي. احنا سألنا عليك كتير يا عم حميدة، وقعدنا ندور عليك، قالوا لنا ان انت هنا في الارض بتاعتك، كيفك عامل ايه؟ أنا بخير يا حبيبتي الحمد لله، بس انتوا مين؟ اني احلام بنت الحاجة همام، ودي اخت ابتهال. يا مرحبا يا مرحبا يا حبايبي، اتفضلوا اقعدوا، ده انتوا ولاد الغالي. شكرا ليك يا عم الحاج، بس احنا بس كنا عايزين نسألك سؤال صغير كده. ايوه احنا كنا عاوزين نسألك سؤال صغير كده. طبعا طبعا يا حبايبي، أأمراني، رقبتي سدادة. انا عرفت يا عم حميدة ان انت على خلاف انت وابوي، وكنت عاوزاكم تتصالحوا بصراحة، ما يرضنيش تفضلوا متخاصمين كده. انا ابوي على طول كان بيحكي عنك وقد ايه انتوا كنتوا اصحاب، ما ينفعش كده فجأة ما تكلموش بعض وتزعلوا. بتفكريني ليه بس يا أحلام يا بنتي؟
أبوك ده صديق عمري وعشرة عمر، ولكنه هو اللي مرضاش يديني الأرض بتاعته، وراح يديها لحد تاني غريب ويقول لي أنت عندك أرض تانية. بس أنا زعلت منه، لكن أنا هو حبيبي ما أقدرش أطول في الخصام، أنا مستعد إن أصالحه. هو ده العشم برضه يا عم حميدة. إن شاء الله إحنا هنصالحكم على بعض وتقعدوا مع بعض كده وتتصافوا والنفوس تتراضى بإذن الله. وأنا موافق يا بنتي في أي وقت، قولي لي أي وقت وأنا هاجي عندكم وصالحه بإذن الله. الظاهر كده يا أحلام إن مش هو. وأنا حسيتك ده برضه يا ابتهال، بس مش لازم نحكم من دلوقتي، لازم نسمع كل الأطراف. يلا بينا على التاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم سميدة، عامل ايه؟ انت مين انتي؟ اني احلام، وديت اختي ابتهال، ولاد الحج همام، جايين علشان نسألك سؤال. ايوه جايين عشان نسألك سؤال. انت هتفضلي صدى صوتك ده يا بنتي، ما توغشناش بقى. انتوا عايزين ايه مني؟ انتوا جايين علشان تتريقوا عليا زي ابوكم؟ احنا شكلنا عرفنا الفاعل ولا ايه يا بنتي يا ابتهال؟ لا يا عم سميدة ما تقولش كده، احنا بس كنا عايزين نسألك سؤال. انت ليه بس متخاصم مع ابوي؟ انا اقول لك انا مخاصم ابوكي ليه؟ ابوكي على طول بيتنمر عليا ويتريق على شكلي عشان انا الغلبان اللي فيهم. انا عشان كده شايل منه وزعلان. ما تقولش كده يا عم سميدة، ده انا ابوي على طول بيقول عنك كل خير وبيحبك قوي قوي وبيقول عليك راجل مكافح، ازاي تكون زعلان منه كده؟ اكيد انت فهمته غلط. بجد صحيح اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ ايوه صحيح يا عم سميدة، وان شاء الله انت وابوي تتقابلوا وتتصالحوا. ايه رأيك في الكلام اللي سمعتيه ده يا احلام؟ مش عارفة برضه يا بنتي يا ابتهال، شكل الموضوع بقى معقد، بس احنا لسه فاضل لنا 2 ما استجوبناهم شي، لازم نروح ونشوف هيقولوا ايه. ده احنا زرنا النبي يا بنتي يا أحلام، انت واختك ابتهال، ده أنا بحبكم حب. احنا كمان بنحبك يا عم فتوح، واحنا دايما بنسمع عنك كل خير من ابونا الحاج همام. منه همام دي والله مزعلني خالص وقهرني. ليه بتقولك ده يا عم فتوح؟ كان نفسي اخطبك للولا حماد ابني، واد جدع وكسيب، بس ابوكي ما وافقش عشان كده زعلان وشايل منه. معلش بقى يا عم فتوح، كل شيء جسمه بنصيب. ركزي يا احلام، ركزي في اللي احنا جايين له. حاضر. استني انا ديلك الولا حماده. يا حماده انت يا حبيب بابا. ايوه يا بوي انا جيت. ايه العيل التوتو ده؟ عيبك دي يا ابتهال، احنا عند الناس برضه ما تقوليش كده لحد يسمعك. لا والله بقولك يا احلام ركزي في ابوك اللي صوته ضايع هناك ده. سلم على عروستك يا ولد. كيفك يا احلام؟ بتدرسي ولا قعدت من المدرسة؟ طبعا بدرس يا حمادة، امال هقعد في البيت زي العيال التوتو واقعد اعمل عضلات؟ عرفتي بقى يا احلام ابوكي رفضه ليه؟ ده عيل عمال يتأنتك عليكي، مفكر نفسه احسن منك. ابوكي كان عنده حق يا احلام. ايوه عندك حق يا بنتي يا ابتهال، الظاهر ان ابوي كان شايف حاجه احنا مش شايفينها، وديني دلوقتي شوفتها. ايه يا حماده يا حبيب بابا، كلت واتغذيت ولا لا يا حبيبي؟ كلت يا بوي ما تخافش، انا لازم اكل كويس علشان احافظ على عضلاتي وجسمي يبقى مظبوط ورياضي. بيقول لك رياضي وهو منفوخ عامل شبه الكورة الكفر. كده ما فضلش قدامنا يا احلام غير عمك ممدوح، هو اللي ما عرفناش لسه نستجوبه. هنروح له دلوقتي علشان نقطع الشك بالسكين. اسمها نقطع الشك باليقين. يقين سكين، المهم ان احنا نقطع يا بنتي. وانتم يا حلوين لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل مع عم ممدوح استنونا في الجزء الثالث، وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وكمان تشتركوا في القناة. واحب اشكركم على كل التعليقات الجميلة اللي انا بشوفها منكم، ومستنية منكم المزيد.